طيب اسامه ابو علي. اسامه ابو علي المايكات جايبه ايه؟ المايكات جايبه. انا مش هطول عليك في الجزئيه دي، بس انا عايز اقول لك ان اسم كولومبس كرو كنا احنا بس اللي قلناها، كان كل الناس بتتكلم على ريد بولز. الاسم انا قلت لك الاسم اللي في امريكا مش هو النادي ده خالص، ده مزبوط. كان نادي كولومبس كرو. خليني اقول لك اني اخر حاجه حقوق الطبع محفوظه هنا. حقوق الطبع محفوظه. اسامه ابو علي المشكله بالنسبه له في نقطه ان هو، انا قلت لك ان هو مشكلته انه عايز يروح امريكا مش اي مكان تاني، بدليل ان هو ما ضغطش على العرض الريان القطري ولا العرض الوسط الاماراتي، برغم ان كان القيمه ممكن لو شويه ضغط من اللاعب كان ممكن يوصل للرقم اللي هو عايزه يروح بيه، اللي هو الاهلي عايز كان وقتها بيتكلم على 10 مليون دولار، لكن لاعب من البدايه هو عشان بس نوضح للناس ويا جماعه، اسامه ابو علي عايز يعيش في امريكا، عايز ياخد اقامه ويعيش في امريكا، بدليل ان هو عرض ريان كان لو هو ضغط وكان ليه رغبه كان زي ما الناس كانت بتقول لك ده حدد كشف طبي لا ما كانش فيه الكلام ده اصلا. طيب اسامه ابو علي اخر حاجه عشان ما ادخلش معاك في تفاصيل ان هو غاب او ما غابش، اخر حاجه اخر عرض جه 7 مليون و600 الف دولار ومليون دولار بونص و10% نسبه اعاده بيع. الاهلي منفتح دلوقتي انه يبيع مقابل 8.5 و1.5 بونص و20% اعاده بيع. فالقصه كلها واقفه دلوقتي على مثلا اللاعب عرض على فكره انه ممكن يسيب جزء من مرتبه هناك ال 900 الف دولار دول مقابل ان الموضوع مش ممكن تقول كده من الاخر. لو الفريق وافق انه يدفع الفلوس كاش للنادي الاهلي مش على قسطين، ممكن تقول الموضوع ممكن اعتبره اسامه ابو علي مش موجود خلاص. مظبوط. يعني ده يعني ممكن ساعات قليله واسامه ابو علي يمشي. وبالمناسبه هي ما فيهاش ضغط زي ما الناس بتقول ومحدش له ادرى حد، ده شغل احتراف وشغل بيزنس. وعلى فكره كابتن محمد رمضان كان مدي وعد اللاعب ان احنا نناقش عرضك اي عرض يجي بعد كاس العالم للانديه. فالقصه ما فيهاش ضغوط، القصه بقت قريبه جدا، واسامه ابو علي خلاص بقى يعني قصه قريبه جدا. واحنا قلنا للناس الكلام ده من اسبوعين او 3 اسابيع كمان، قلنا يا جماعه بنسبه بقاء اسامه ابو علي في الاهلي لا تتعدى باي شكل من الاشكال 30-40% بالكتير قوي. لا طبعا وبرضه الناس بتقول لك ده ضغط، لا مفيش حاجه اسمها ضغط، الاهلي وصل للرقم اللي هو عايزه وخلاص الموضوع بيخلص بنسبه كبيره، بنسبه 90% الموضوع بيخلص. فاضل بس فرق 500 الف دولار في البونص وكمان الفلوس تدفع كاش مره واحده وخلاص الموضوع يخلص. طيب من وسام ابو علي نروح الى البديل بقى. مين الاسماء؟ قنبله. اتفضل. ادم وطني وكيل مصطفى محمد موجود في مصر من 4 ايام. اوبا، مش هتعرف المعلومه دي خالص. انا قلت على فكره هنا، قلت يا جماعه في حاله خروج مصطفى محمد وفي حاله خروج وسام ابو علي من قائمه الاهلي بصدد تقديم عرض تاريخي الى مصطفى محمد، لكن لحد دلوقتي مفيش اتفاق حصل. وبالمناسبه بيراميدز دخل امبارح في التفاوض في الملف والاثنين باصرار على مصطفى محمد. وادم وطني جه لي 4 ايام موجود في مصر وكان بيتفاوض معاه وعمل مره واثنين قعدوا مع النادي. ادم وطني وكيل مصطفى محمد ووكيل محمد عبد المنعم ووكيل محمد عبد الله لاعب الاهلي الشاب، وكيل الثلاث دول بس في مصر. ومحمد عبد المنعم مصاب ومحمد عبد الله لسه مش هيطلع بره دلوقتي، فبيبقى جاي عشان مين؟ حتى سيبك من ان انا عندي المعلومه موثقه ان هو بيتفاوض. فالاهلي بيتفاوض مع وكيل لحد دلوقتي مصطفى محمد ما اداش اوكي، رغم ان الاهلي مقدم له عرض كويس جدا. يبقى الخلاف على قيمه عقد اللاعب. على فكره النادي الفرنسي منفتح جدا على بيع اللاعب، واللاعب عنده من باوك اليوناني وعنده من الاهلي وعنده من بيراميدز، لكن هو خلاص الفكره دلوقتي بالنسبه له في مصر. فالاهلي تارجته الاساسي مصطفى محمد، ومفيش حد في مصر يعرف ان ادم وطني موجود في مصر بقى له 4 ايام. اذا مهاجم مصر الاول اللي قدامنا في الصوره مصطفى محمد هو البديل الاول، كما انفردنا مع حضراتكم من تقريبا اسبوعين ان هو البديل الاول لوسام ابو علي داخل اروقه الجزيره والتتش في النادي الاهلي. مصطفى محمد خلال الايام والاسابيع المقبله ممكن ان يرتدي القميص الاحمر ليصبح لاعبا بالنادي الاهلي. بس بيراميدز دخل في الملف. وبقوه كمان. بيراميدز غير تارجته بالمناسبه، بيجيب لاعيبه كواليتي مختلف الحقيقه. تمام. ما هو طبعا اكيد بعد بطوله افريقيا دي هتغير خريطه الكونتيننتال كمان. طبعا يعني. طيب نروح الى غرفه خلع ملابس الاهلي. خلال الثلاث 4 ايام اللي فاتوا الاسبوع اللي فات ده كلام كتير جدا ان في مشاكل وفي لعيبه عايزه تعدل، وطب ازاي ده ياخد وانا ما اخد. ايه بقى الحقيقه في القصه دي؟ طيب خليني اقول لك ان الكلام ده بيطلع تملي مع لما تلاقي فيه مشكله زي مثلا زي وسام ابو علي عايز يمشي، احمد عبد القادر ان هو مرتبط بامور معينه، وانا هقف لك عند احمد اسمع لي دي، بس هقول لك في وسام ابو علي. ماشي. خليني اقول لك بمناسبه غرف الملابس والمشاكل ناس بتتكلم، النادي الاهلي عنده لائحه بيطبقها على الكبير والصغير، وهذا ليس بمجامله للكابتن محمد يوسف او لغيره، هذا الامر لائحه بالطبق. انا عايز اقول لك بس المفاجاه، يمكن ناس كتيره جدا اتكلمت وحضرتك اتكلمت في جزء منها. وسام ابو علي تم توقيع عليه 3 عقوبات مش عقوبه واحده. ايوه 3 عقوبات. عقوبه تعقيب على قرار النادي على السوشيال ميديا لما نزل صوره بعد بيان النادي الاهلي، عقوبه تغيبه امبارح او قال ان انا مش هعمل قياسات بدنيه، والنهارده ما جاش لرنين المغناطيسي. عايز اقول لك ان قيمه ال3 عقوبات حوالي 80,000 دولار.
$80,000 توقيعهم عقوبه عليه مره واحده. مفيش رحمه في الجزئيه دي، وعلى فكره العقوبه تعتبر مضاعفه شويه، هي طبقا للائحه بس مضاعفه شويه. نفس الامر محمود تريزيجيه لما دخل ما خدش دور، خد مليون جنيه وده كابتن النادي وجاي لك من بره وضحى بكتير، فمفيش حاجه اسمها بره. احمد عبد القادر اروح لك عليه، احمد عبد القادر مشكلته في ان هو بيقعد ويتفق ويخلص وبعد كده يجي تاني يوم يقول لهم لا. يعني قعد، انا بقول لك معلومه، قعد يوم الخميس اللي قبل اللي عدى مع سيراميكا كليوباترا وخلص كل حاجه، صحي من النوم الظهر المفروض هيوقع له عقود بالليل، لا انا مش عاجبني. طيب ماشي، راح وكيله جاب له عرض الحزم السعودي، تمام وخلص وكل حاجه والامور تمام، والاهلي وافق، والاهلي موافق وعنده علم ان اللاعب رايح الزمالك، والاهلي موافق وعنده علم ان اللاعب قعد مع الزمالك مرتين، مره مع مسؤول سابق ومره مع مسؤول حالي. الاهلي عنده التفاصيل دي كلها، وبرغم كده الاهلي موافق، بس اهم حاجه انا اخد فلوس، والاهلي اتفق على $700,000 و$200,000 بونص و20% من عدد نسبه البيع. اللاعب راح تاني يوم بعد ما خلص كل حاجه، لا انا مش همضي 3 سنين، همضي سنتين، اصل مش عارف مين، فابتدى الحازم يقول لك لا طب خلاص انا مش عايز اوش في الموضوع. فاللاعب دلوقتي بيتكلم لسه من ساعتين مع النادي الاهلي على عرض جديد، لكن كل الكلام ده يا استاذ ابراهيم ليس معناه ان في مشاكل في اوضه اللبس، ده كلام طيب ومالوش علاقه زيزو بالموضوع اصلا، ولا العقد بتاع زيزو ولا القصه كلها. ده لاعب شايف فرصه ضعيفه جدا انه يلعب، فالراجل عايز يدور على مكان يلعب فيه، وسام ابو علي جاي له عرض، ومن الاخر زي ما حضرتك قلت عايز يعيش في امريكا. ايوه، فما فيش غرف وبتقابل بمنتهى الحزم ومنتهى القوه. تمام، يعني كل اللي بيشاع عن هذا الامر غير صاحب المرض، بيشاع لانه مرتبط بواقع مثلا ناس تمشي وناس تيجي، فبالتالي انت بتربط بيه، لكن لا غير حقيقي، بدليل ان معظم اللعيبه، انا عايز اقول لك خبر، امام عاشور الناس بتتكلم عليه ولا في اي حاجه. ده كان عنواننا الاخير بقى. ايه قصه امام عاشور، وهل فعلا هيتمدد عقده وهيرفع الاهلي مقابل عقد امام عاشور؟ في اتنين خلال بعد المعسكر على طول تسمع ان هم تم تعاقدهم، امام عاشور واليو ديانج، بس مفيش غيرهم، دول هيتمدوا عقودهم الفتره دي لحد بدايه الدوري. امام عاشور واليو ديانج الاثنين دول هيتمددوا وتعدل عقودهم لحد 2030 بعد معسكر طبرقه، والموضوع ده منتهي ومقفول، وامام عاشور ما عملش مشاكل. قصه الزعل اللي حصلت من وكيله لما في كلام دار في اجتماع اتقال طلع بره الغرفه، لكن الراجل قال لهم انا ما كنتش اقصد ولا حاجه، ده كان كلام عادي، لكن الموضوع مع امام عاشور عادي جدا. لاعب طلب مطالب ماليه معينه ان ياخد من الاخر اكبر عقد 30 مليون جنيه بجانب عقد اعلاني من الشركه، والناس قالت له نشوف الموضوع، مفيش ما هيردوا عليه، والموضوع في الاخر هيوصل له صيغه اتفاق، لكن مفيش مشاكل بالمعنى المعروف، لان من الاخر عشان مثلا بصراحه امام عاشور هيلعب في مصر فين؟ اهلي وزمالك، هو خلاص الباب مقفول في الزمالك، فهيعمل مشاكل مع مين في الاهلي؟ هو ده مش غير الاهلي. طيب قبل ما نروح للجزئيه بتاعه المايكات، هل الاهلي لو قدم اليه عرضا من الزمالك مباشره هيوافق عليه؟ تسالنا انا؟ اكيد، بس أكيد. يكون العرض اللي جالك من الحزم، انا العرض كامل من الحزم حوالي $900,000. لو اتدفع العرض ده الاهلي يعني لو اتحط للاهلي مثلا 45 مليون جنيه من الزمالك هيبيع. انا بقول لك والله الاهلي مطلع احمد عبد القادر الحزم وهو عارف انه قعد مع الزمالك مرتين، وعارف مره منهم كانت فين وامتى وازاي ومع مين. وعلى فكره هم من الاخر ده غير قانون، مش هيعرف تثبتها، ومش هيتعامل بمنطق ان انا هروح اشتكي واطلع اصل ما فيش اثبات عليه، تثبت منين؟ تمام. اخيرا بقى المايكات، في اي حاجه؟ المايكات محمد وفائي رئيس وحده العلاج الطبيعي بالنادي الاهلي تقدم باستقالته او بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بالنادي الاهلي بسبب ان هو هيعمل دبلومه في امريكا والتفرغ للفروع بتاعته. الحاجه الثانيه ان مجلس اداره النادي الاهلي امبارح حدد الطريقه انه ايه، معلش تاني حاجه ثانيه ايه؟ مين؟ الحاجه الثانيه بعده مجلس اداره النادي الاهلي حدد خريطه الانتخابات ومستني قرار الوزاره، بس هو هيعمل تعديل للائحه طبقا لقانون الرياضه الجديد، وبنسبه كبيره الانتخابات مش هتبقى السنه دي، هتتاجل لمده سنه. الحاجه الثالثه اللاعب كريم نيدفيد. كريم نيدفيد لحد دلوقتي موقفه الاقرب ليه زد، لكن لحد دلوقتي هو موجود مع النادي الاهلي. بالمناسبه اسامه ابو علي طالع له التاشيره على فكره، بس هو القصه كلها هو لحد دلوقتي بيطالب انه يمشي، لكن هي التاشيره طالعه له كل اللعيبه بدون استثناء، حتى احمد طلع له تاشيره تونس. يا استاذ عبد الحكيم دايما بتنورنا وبتمتعنا باخر الاخبار. الله يكرمك، كل الشكر ليك، سعيد اكون موجود معاك. ربنا يعزك ويحفظك. بعد الفاصل نجم سيراميكا كليوباترا احمد بالحج